كسبت المي تايم. علماء النفس واللايف كوتشز والكتاب العرب والاجانب واللي كتبوا في السيلف ستيم او السيلف ديفلوبمنت بيقولوا لنا ان احنا لازم يكون عندنا المي تايم، اللي هو باختصار شويه وقت نخصصه لينا نعمل فيه الحاجات اللي احنا عايزينها وبنحبها، زي مثلا فرجه على فيلم او حلقه من مسلسل انت بتحبه، او تعمل اكل او مشروب على مزاجك وبروقان، او اي نشاط تمارسه يحسسك من جواك انك فعلا مبسوط وراضي عن حياتك. بس مع الوقت المفهوم ده بدأ يكبر وبدأ ياخد مساحة اكبر من يومنا، لدرجة انه بقى واخد معظم يومنا ان ما كانش كله. السوشيال ميديا والتيك توك بقت جزء اصيل من يومنا، بقى هما الديفولت اوبشنز بالنسبة لنا في اي دقيقة فاضية بنعدي بيها، في المواصلات، في بريكس بتاعت الشغل، في الخروجات او التجمعات بتاعت الاهل والصحاب. ما بقاش في عندنا اي مجال لاي حاجة تانية. يومنا كله بقى عبارة عن احسن فرايدي تشيكن، اكتر برجر جوسي، مين عمل ايه، فلان اشترى ايه، ده شتم ده فده عمل بلوك لده. مفيش مساحة لانتاج اي فكرة، لان بكل بساطة مفيش وقت للتفكير اصلا.